الدور التمهيدي، اللقاء الذي يجمع بين المغرب وليبيريا. ولغايه دلوقتي كده المغرب وليبيريا. هل ليبيريا عندها استعداد تفضل تاني ولا هتقاتل النهارده عشان تفوز على المغرب؟ مع محمد الهرشي، عبد الله حداوي، محمد الهفا فريق المغرب، وعلى شمالنا فريق ليبيريا. المغرب بالزي الاخضر وادي على طول بيسير بالبدايه، وعلى شمالنا فريق ليبيريا الفانيلا الزرقاء والشورت الابيض والشراب الازرق. والكوره مع ليبيريا، الكوره على طول مع المغرب. محمد الهرشي يحط الكوره حلوه قوي لمصطفى، انما اهي جول بيسجله على طول الياس بايا. الياس بايا بيسجل هدف اول بعد 4 دقائق من بدايه اللقاء. هدف اول للمغرب، ادي اهي قلشت من الحارس، ياخدها على طول الياس ويسجل الهدف الاول للمغرب. يحرزه اللاعب رقم 14 الياس بيع. الياس بيع يسجل اول اهداف الفريق. لسه الكرة مع المغرب، وادي العرضية ومتشاطة في مكان حلو قوي، تخبط في القائم وما تلاقيش غير الحارس القائم، وعلى طول الحارس ينقذها قبل ما يجي اي لاعب من، وعلى طول عالية وجول جول 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 جول. عالية حلوة حلوة حلوة، بيسجل على طول لعيبة المغرب الهدف الثاني. ادي بيسجل محمد الهرشي هدف الهدف الثاني. بيضغط لاعيبة المغرب مرة تانية، وادي الكورة انما ينقذها الحارس، ترد مرة تانية وهتتلحق. المغرب مسيطرة على اللقاء بشكل جميل جدا، وادي الكورة اتلمت حلوة قوي، وهنشوف العرضية تلعب ازاي، يشيلها الحارس. الله على دي لعبة. الياس بايا راح عمل من الفسيخ شربات زي ما بنقول اكلة مرة. شوف اللمة دي اللي عملها سبايا، شفت اللمة دي كان فيها شغل كبير قوي، والحارس انقذ الموقف. وادي بردك فرصة تانية بتضيع من منتخب المغرب اللي متقدم حتى الان 2-0. وادي الكرة العرضية، يا مش معقول الكرة دي بتضيع منك بشكل غريب جدا يا حداوي. الحداوي بيحط الكرة تمر بجوار القائم. بص اتلعبت ازاي، جاياله مقشرة. بص حاططها فين، تمر بجوار القائم، وزعلان جدا انها ضاعت منه. عندك حق يا ابني. محمد الهرشي هينفذ الكوره، وادي تصويبه يفوتوها. هدف للهرشي اتعمل حلو قوي. هدف بيسجل الهدف الثالث الهرشي. يحرزه اللاعب رقم 8 محمد الهفا. ادي اهو فوتوها ويدخل محمد الهرشي بيسجل الجول الثالث بتصويبه من بعيد، خدعت الدفاع والحارس وتمر الى المرمى. وادي اهو بيسجد لله شكرا محمد الهرشي، وكل الفرقه سعيده بالنتيجه. وادي اهو اخواننا بقى اللي موجودين المغاربه اللي بيتابعوا. تمريره حلوه قوي بينيه وترقيصه جميله، والتصويبه جوه المرمى. لا جول جميل ده بيقولوا عليه ايه، هدف السهل الممتنع. اللاعب رقم 10 محسن شهار يسجل الهدف
الرابع محسن شغير. في اخر دقيقه من المباراه. ادي اهي بيمر بشكل حلو قوي ويحطها بعيد عن ايد الحارس ما يقدرش يعمل لها حاجه. و4-0. ادي اهو الهدف. Substitution for Team Morocco. Player number 7 out, player number 8 in. اتلعبت غلط والجون الخامس. اتلعبت غلط وياخدها على طول محسن اشهار Goal for Team ويسجل. Morocco by player number 10 محسن شغير. اصبحت النتيجه 5-0 للمغرب. ادي محسن اهو فوت حلو قوي لنفسه وادي عاده للهدف. 5 المغرب لا شيء ليبيريا. وادي فرحه الهدف. بنهايه اللقاء الحكم ببكار الحسن بفوز المغرب 5-0. بكده تنتهي مباريات الدور التمهيدي. Match end. هنعرف بقى من اللجنه المنظمه الفرق هتلعب بعضها ازاي. Morocco. وبكره راحه وان شاء الله بعد بكره هتبدا ادوار النهائيه. تقبلوا